أحد أسباب الاكتئاب. وقبل الاكتئاب قلق، توتر، اكتئاب، تتفرع الحياة، ضيق، حزن، خوف، قلق، رهاب، سمه اللي تسميه، وسواس قهري، أمراض عديدة معظمها اللي يقول كيمياء المخ، واللي يقول شيطان، واللي يقول عين، وهي الحقيقة ضعف العلاقة مع الله. حبيبنا عليه الصلاة والسلام كم قصر كان يملك؟ كم قصر؟ كم جنة؟ كم مليار؟ هو الذي لو أراد أن يجعل الله جبل الصفا ذهبا لقلبه الله ذهبا، ومع ذلك قال والله والذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم. ترى الآن أننا خايفين من الفقر، وترى أننا نشتغل 14 ساعة خايفين من الفقر، والحبيب يقول من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وإن في بيوتنا وشققنا لو تسجن واحد شهر وتفتح الباب بعد شهر تلقاه قد سمن من النعم اللي عندهم بدون ما يطلع. نعم، نحن عندنا أرزاق مو لعام بل لأعوام. والله عندنا أرزاق تكفينا إذا هو ستر العورة وشبع البطن وأمن في مكانك، اللي عندك في بركة. لكن خايفين من الفقر وخايفين. ولذلك إذا جعل الإنسان الآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله. أحيانا قلوبنا متشتتة يا أخوان، السعادة بعيدة، خايف من كل شيء، وخايف على الأبناء، وخايف من المرض، وخايف من أيبولا، وخايف من انفلونزا الخنازير، وخايف من يفصل من العمل، وخايف وهو يصلي كل يوم ويقف إياك نعبد وإياك نستعين. أعطني أذن هذا، كذبت والله لا عبدت ولا استعنت به. لو كان الاستعانة حقه والإعودية حقه ما يخشى عبد أن يضيع في رزقه في الدنيا، والذي خلقه أجرى عليه الرزق في رحم أمه 9 أشهر لا يدري أين هو. وقلت في محاضرة قديمة أعود، نحن أليس في بطوننا حفرة؟ الحفرة هذه اللي في بطني وبطنك، الحبل السري هذا، تذكرك أن الرزاق هو الله. ليه؟ لأنه كان يرزقك معها، فلما انتهت 9 شهور قطعناها وربطناها وفتح الله لك بدل طريقين، حليب من ثديين سقائين. اللي ما ضيعنا في حجور أمهاتنا وأرحام أمهاتنا يضيعنا لما أنشابت اللحى وكبرنا وخذنا ماجستير وثانوي ومتوسط. هذا أحبابي. إذن والله إذا قطع الاتصال بينك وبين الله قطعت السعادة عن حياتك كلها. الاتصال هو الصلاة. لذلك يقول بعض أهل العلم من أراد السعادة فليعرج إلى الله إذا صلى. الله فرض الصلاة في أي بيت من بيوت أمهات المؤمنين؟ ولا بيت فرضها في السماء. لما؟ لقدرها عنده، ولا كفر إلا في تركها. قال ابن عباس وغيره ما في دين الإسلام شيء تركه كفر إلا الصلاة. واحد ما يتصل بربه كيف يسعد؟ ولذلك أحبابي ميزان السعادة، أنت تبغى تضبط إيقاع الحياة، تريد تضبط إيقاع حياتك، اضبطها بضبط صلاتك. واحد يصلي على الهوى، يصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ويقعد يحك راسه أنا صليت ما صليت، توضيت ولا ما توضيت، ضايع، حياتك ضايعة. أحسن الله عزائك، الرقم غير صحيح، الرقم لا يوصلك إلى السعادة. لذلك من يوم أن ترى الإنسان يصلي على هواه بلا أن تسأله اعلم أن حياته متذبذبة. الله عظيم الذي أيستوي من يسجد لله سجدة تساوي صلاتي وصلاة من مثلي؟ صلاة سجدة. أنا رأيت رجل سجد سجدة في المسجد الحرام 40 دقيقة في جوف الليل، والله 40 دقيقة. وأنا كنت ماخذ عمرة وما أبغى أستاجر، أبغى أرجع للرياض، مو طيب فيني داخل الحرم، ما عندي مكان آخر. صلينا 2 3 4 جلسنا بجوار الرجل ما رفع رأسه، خشينا أنه مات. فبعد 40 أو 41 دقيقة قال الله أكبر، إذا وجهه الشمس كأنها في مفرقه وكأنها في وجهه نور. والله لو لم يكن متلذذا بمناجاة الله ما سجد 40 دقيقة. إذن السعادة التي يبحث عنها هذا أليس البحر هذا؟ لو رأيت رجلا على شاطئ هذا البحر كورنيش الخبر
ولابس إحرام يقول لبيك اللهم لبيك، وراكب مقارب ورايح شرق، وش تقول له يا شيخ؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. هذا الطريق لا يوصل إلى مكة، أتحرم وأنت على البحر؟ البحر هذا شرق ومكة غرب. قال الله قادر يجعل مكة شرق. نقول قادر بعد يعطيك عقل غير العقل اللي عندك، لأنه كان يبحث عن مكة في غير طريقها، مثل بعضنا الآن. أعطيك مثال، بعض أبنائنا ما يصلي الفجر جماعة، صح أعيدها، صح، مستقبلهم ضايع، لأنهم يخرجون في الصباح للمخلوق وغابوا عن الخالق. الرزاق من هو؟ مدير الشركة؟ الرزاق ذو القوة المتين هو العلام جل وعلا، الحكيم الغفور الرحيم الملك. إذا كنا نخاف على الاختبارات بعد أسبوعين، خايف على اختبار الفيزياء والكيمياء والرياضيات، وما خفت على اختبار الله لعبده أن يقوم لصلاة الفجر تربية. اسمح لي، أنا أب وعندي أبناء تخرجوا من الجامعة، وعندي عيال توهم في أولى ابتدائي، يعني أب أتكلم بالأبوة. والله إنها تربية فاشلة وسعادة ضائعة يوم نربي أبناءنا عشان ينجح في الرياضيات ويرسب في التوحيد. التوحيد خير من النوم، الله أكبر 4 مرات أكبر، يعني النوم أكبر. طامة وربي. ولذلك بعضنا عذب والده لما كبر. عذبك ليه؟ أنت قاعد تربيه للدنيا، أنت تعبده في الدنيا، أنت تعبده في الرياضيات والإنجليزي والفيزياء والحاسب، أنت ما كنت تعبده لرب العالمين. يا بني صل حتى تكون في ذمة الله فيعلمك ويوفقك ويفهمك. أليس المفهم هو الله؟ أحبابي، بعضنا ما يربي نفسه ولا ذريته على حب الله. يحب الريال، يحب الجاكيت، يحب الكرافتة، يحب الثوب، يفصل مدري وش. قال تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس ولا شيك، وإذا شيك فلا انتقش. عاجز شقي. لماذا رحلت الطمأنينة والابتسامة والرضا من وجوه كثير من الناس؟ يا أحبابي، بعضنا لو ياخذ قلم ورقة يحسب الأيام التي سعد فيها وانشرح، والله 60 سنة ما تقدر تطلع 10 أيام. 10 أيام ما تطلعها كاملة، والله مصيبة. طيب أنت مخلوق لمن؟ كلنا شغل يسب الدنيا والناس. طيب الدنيا كما قال الشاعر، بالله عليك الدنيا لمن؟ أنت زعلان عليها ليه؟ هي لك، لماذا لم تسعد؟ انظر في صفحة حياة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا أخي سعداء، يا أخي 3 أشهر ما يأكلون إلا تمرا وسعداء. محمد بن عبد الله صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، يملك قميص واحد. أنا وإياك الدالوب والدرفة الملابس ومخزن الملابس ممتلئ، ومحمد بن عبد الله لا يربط على بطنه الجوع، الحجر من الجوع. أقسم بالله لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما أشبع أنا وأنت، نكتسي أنا وأنت ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قميص واحد وجائع. لما؟ لأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة، وكان سعيدا. الشاهد هنا أنه كان سعيد، وكانوا يبكون في جوف الليل سعداء. كيف تجتمع العبرة والدمعة مع السعادة؟ إنه يناجي من؟ يناجي الذي وعد كل مؤمن إذا أحسن في إيمانه أن يغمسه، أن يصبغه في جنات النعيم صبغة. الله يجعلني وإياكم ممن يصبغ في الجنة صبغة. فإذا أخرج من الصبغة قيل هل رأيت شرا قط؟ جميع الآلام، جميع الهموم، جميع الأمراض، جميع الهم والغم مع صبغة في الجنة تنتهي. وكل لذة حرام ذاقها عبد في طريقه يريد السعادة وهو مخطئ، غمسة في جهنم تنسيه لذائذه. ولذلك أحبابي، عندما قال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه يا أبت متى الراحة، أراد أن يصلح نعله. الإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل الذي حفظ الله به الدين والملة، عندما وقف طودا شامخا في وجه المأمون والمعتصم وغيره، عندما دعوه لخلق القرآن أن يقول به، خرج وحذاؤه مقطوع. أهوى عبد الله إلى حذاء أبيه يريد أن يصلحه، قال دعه. وإلى قميصه يريد أن يصلحه، قال دعه. قميص دون قميص،
وحذاء دون حذاء حتى نلقى ربنا. قال متى الراحة يا أبتاه؟ قال الراحة إذا ودعنا جسر جهنم خلف ظهورنا، ومع أول خطوة إلى الجنة هناك الراحة يا عبد الله. والله سعداء، نعال ما فيه، قميص ما فيه، في البيت لا في طعام، لكن هناك قلوب مطمئنة. القلق الموجود، مرض الضغط اللي موجود في كثير من الناس، الضغط، الغضب، الكوليسترول، الذبحات، الجلطات، صارت بضائع هذه الأعوام باعها يمكن الشيطان، وباعها الهم والغم وغيره. نحتاج إلى قلوب مطمئنة. وأحبابي والله حتى الكافر لا يوجد إنسان فوق الأرض إلا يبغى السعادة، حتى مروج المخدرات، حتى مستخدم المسكرات، حتى اللوطي أجلكم الله، حتى الزاني أجلكم الله، لا يوجد أحد يدب على الأرض إلا يبغى السعادة. واسأل أي إنسان عاصي قال أنا عاصي عشان السعادة. لماذا تزني؟ يريد السعادة. لماذا تشرب الخمر؟ يريد السعادة. لكن هذا مثل الذي لبس الإحرام وعلى الهاف مون، يبحث عنها في غير مكانها. أما العبد المؤمن فإن مكانها معلوم. والله لقد وصل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام طلاب مدرسة النبوة على معلمهم وقائدهم صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار أفضل صلاة وسلام، علمهم، تدرون علمهم ماذا؟ المنهج الذي أعطاهم صلى الله عليه وسلم، أعطاهم منهج التعلق بالله وحب الله. لذلك الصحابة أول ما أسلموا أخرجوا كل حب، صنم، خمر، زنا، ثارات، يريدون أي أمر كان العرب عليه قديما من مساوئ الأخلاق، أخرجوا كل حب فأدخلوا حب الله في قلوبهم، وهذا أول سبب من أسباب السعادة. فلنفتش قلوبنا. والله العظيم من بعضنا يحب 500 والدولار واليورو أكثر من الله، وبعضنا يحب زوجته أكثر من الله، يحب ابنه. أعطيك مثال على أننا نحب أبناءنا أحيانا أكثر من الله، نراهم يعصون الله فلا نثرب عليهم، خايفين نكسر خواطرهم، خايفين نضيق صدورهم. وهذا الابن اللي أنا ما أبي أكسر خاطره ولا ضيق صدره، هو يوم القيامة أنا ما أسلم منه أمام الله. كم من ابن متعلق برقبة أبيه يوم القيامة. ولذلك أحيانا نحب الله، هناك حب آخر، ماتش، كورة، مباراة، جالسين بالريموت، الصلاة، حي على الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، ولا عندنا فيه هم شيء. نشوف البلنتي اللي بيدخل، ونشوف الشوط الإضافي الأول ولا الثاني، وأحيانا نترك يطلع وقت الصلاة ونستيقظ معاشر الأحباب ونصلي على الفراغ. ثم يدعي هذا الذي يصلي على مراده أنه يحب الله. طيب ليه ما تعبت بوقت الدوام؟ لماذا لك 20 سنة ما سجلوك متأخر واحد في الدوام؟ لماذا يا حبيبنا ما تأخرت ولا مرة في الدوام؟ وراضي عنك صاحب العمل الذي خلقك وخلق صاحب العمل غاضب عليك. لماذا؟ أحد أسباب أن الحب لله ليس في القلوب لربما كما يجب صلاة الفجر غدا أو اليوم أحبابي، إنه يمكن صلى بعضنا الخميس ليلة يودي الأولاد للمدرسة، يفطر ويمشي للدوام. طيب الخميس والسبت، أو آسف الجمعة والسبت، اختبار حب الله في القلوب. وش أخبار الحب؟ يستيقظ بعضهم يصلي 2 ظهرا، بعضهم يصلي